السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. اليوم غادي نوجدوا البغرير اللي هو ساهل، ما يديلكش أكثر ما بين 5 دقائق حتى ل10 دقائق وغيوجد معكم. وهو ناجح 100%. ما كنشاركش معكم شي حاجة الا ما كانتش ناجحة، وفيديو كنحاول نعملو قصير باش ما تقنطوش منه. ونتمنى التشجيعات ديالكم، وكنشكر كاع اللي كنشكر كاع اللي أم... تزمم في القناة. وخليكم دابا بلا ما نطول عليكم مع المقادير وطريقة التحضير. في اناء غادي نديرو 3 الكيسان ديال السميده، درت الاول والثاني بحال اللي شفتو، ودابا غادي نزيد الثالث، هذا هو الثالث، كاس الثالث ديال السميده وكاس ديال الطحين. غادي ندير ملعقه كبيره او كوتشاره ديال الخميره ديال الخبز والملحه. هنايا ما كانش عندي الملحه، كان شي حاجه، ولكن شفتو بحال اللي كتشوفوا راني كنخوي بداك هذاك الاخر ديال الملحه، راه كان شي حاجه قليله. المهم ملحه غير قبيصه وصافي، غير شويه ديال الملحه والماء دافئ بطبيعه الحال في نفس الكاس اللي عبرنا به، هو النيت اللي غادي نديرو به الماء. حنا كنشوفوا القوام ديالو. هنا درت 3 ديال الكيسان ديال الماء دافي، وانا كنشوف كيفاش هو القوام ديالو. ما خصوش يجي لا قاصح لا جاري، يكون القوام ديالو ما قاصح ما جاري. وانتم كتزيدوا في الماء. هنا درت في الاول 3 الكيسان وزدت ليه 2 ديال الكيسان ديال الماء دافي. وهنايا الا عندكم الفوي فمن الاحسن، انا ما عنديش كنحرك سايده شويه هي بالملعقه وطربت بالطراب يعني. الا عندكم الفوي في الاول بالفوي عادي، ديك الساعه تقعد بالماكينه كنطحنو كنطحنو شويه مزيان. وديك الساعه كنزيدو له من بعد ما كنطحنو كنزيدو له هذا الخميره ديال الحلويات بحال اللي كتشوفوا. الخميره ديال الحلويات كنزيدوها حتى كنطحنو، عاد كنزيدوها وعاود كنعاودو نطحنو، عاوتاني كنعاودو نطحنو وصافي، وكنخليوه يخمر. كتغطيوه سواء ببلاستيك غذائي. انا هنا درت فوق منه غير طبسيل وواحد الرقعه. وبحال اللي كتشوفوا ها هو القوام ديالو من بعد ما خمر. من بعد ما خمر صافي وديريكتومون كنمشيو نطيبوه. هنايا جربت الفيديو باش ما يجيش حتى انا عندي البوطه ناقصه، باش ما تقنطوش منه لحقاش كيتعطل ما كيطلع الا خليته نورمال. سيكي جربت شويه الفيديو باش يبان لكم دغيا. شوفوا كيفاش كيجي مثقب ويعني ناجح 100%، وغيخرج معاكم من الاول. هنا ها هو كيفاش كيجي. انا هنايا كنت كل ما كنطيب وحده كنشل المقله بالماء بارد بحال اللي تقول كنبرد ديك المقله باش ما تبقاش سخونه بزاف، لانه كيتحرق. انا عندي المقله رقيقه يعني ماشي المقله اللي غلاضين، يعني دغيا كتحرق، وانا ما بغيتوش يتحرق من القاع. اسيكي فيما كنطيب وحده كنبرد المقله باش ما كيتحرقش، وفي نفس الوقت كيطلع مزيان، كيطلع مثقب. هنايا فيما دابا مني كنحيد هادي كندير لها من كريفو، كنخوي الماء بارد كنشللها كنبردها وكنرجعها فوق المقله. وديريكتومون كنعمل عاوتاني البغرير، يعني ما كنستناش حتى تسخن ولا شي حاجه، ديريكتومون بعد ما كنشلل كندير عاوتاني البغرير. وصراحه طلع ناجح مزيان. وعملت وكنعملو مرات اخرين بلا ما كنشلل المقله. في هاد المره انا بغيت نديرو بهاد الطريقه هادي، وطنبيا حيت عندي المقله رقيقه. وهذه هي النتيجه الاخيره. شوفوا كيفاش طلع، الصراحه رائع والله ما يحشمكم. الا درتوه ما غاديش تندموا صراحه. جربيه وردي عليا الخبر بالطريقه اللي قلت لك، جربيه وردي عليا الخبر، والله ما غادي يحشمك. واللي زوين فيه هو انه كيوجد دغيا.
المهم حتى هنا وصل نهاية الفيديو. كنشكركم بزاف على حسن المتابعة، وكنشكر كاع اللي انضم للقناة جديد. شكرا بزاف بالدعم ديالكم. كتشجعونا نزيدو للقدام. شكرا بزاف مرة أخرى. نتمنى اللي ما اللي شاف الفيديو إلا عجبو الفيديو يشترك في القناة وما يبخلش علينا بالتشجيعات ديالكم. شكرا بزاف بزاف بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.